الأحداث العظيمة دي يا صديقي ربنا بيوريها لنا من وقت للتاني علشان نفتكر إن إحنا كبشر مهما وصلنا لعلوم وتكنولوجيا فإحنا نقطة صغيرة قوي في بحر، بل في محيط من عظمة ربنا سبحانه وتعالى في الكون. عاوزك تفتكر حاجة مهمة جدا يا صديقي، إن الظواهر اللي أنت بتشوفها دي مش مجال للانبهار على قد ما هي مجال وآيات ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لينا كتخويف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يعني المشاهد الكونية العظيمة والمهيبة اللي احنا بنشوفها دي هي مش بس معمولة عشان نشوفها وننبهر بيها، لكن هي كمان تذكير لينا إن للكون خالق ومدبر. فلو كنت موجود في الأقصر في اليوم ده وشفت الشمس وهي بتختفي والنهار بيتحول لليل في عز الظهر، خد لحظة وبص للسماء وتأمل في قد إيه إحنا كبشر صغيرين جدا قدام عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدام حكايات الكون.